شايفين بقى صينيه الكنافه الجميله دي؟ شايفين عامله ازاي؟ حاجه كده تحفه في منتهى الجمال وسهله وبسيطه وبتتعمل في ثواني وتطلع معاكي احلى صينيه كنافه ان شاء الله. بقى نشوف هنعملها ازاي. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي بقى ايه مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى عشان نعمل بقى صينيه الكنافه الجميله دي هنحتاج بقى ايه نص كيلو ايه كنافه. حطيه بقى في الفريزر او يكون عندك بقى في الفريزر، او اللي انت جايباه قبلها بيوم ولا حاجه حطيه في الفريزر وايه لغايه ما يجمد كده، هيبقى عشان ايه يبقى سهل معاكي وانت بتقطعيه ويتفرفط كده معاكي، يبقى ايه مفرفط كده وحلو. انما بيكون لسه زي ما هو جايباه من شارياه يعني بيطلع معاكي بقى ايه يعني تحسي انها كده ايه مش مفرفطه معاكي كويس، انما كده بيتفرفط اكتر يعني تحسي ان ايه هيبقى ايه مفتفت اكتر. طبعا الجو ده بقى محتاج بقى ايه الحاجات الحلوه، وطول ما الولاد قاعدين عايزين ياكلوا حاجه حلوه، فانت يا قمريه انت وهي بقى قومي كده ايه واعملي لهم احلى حاجه، واعملي لهم كنافه روقي عليهم كده وعلى باباهم، واعملي لهم كده اكل جميل. مش هنقول الشتا بقى جه وهنقعد تحت البطانيه ومش هنعمل حاجه، لا نقوم كده ايه نعمل حلويات كده وحاجات حلوه تفرح الولاد. هو الجو ده عايز الحاجات الحلوه دي، طول ما احنا قاعدين نعمل ايه في حاجات حلوه. لو انتوا بقى وصلتوا معايا لغايه هنا سموا الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف بقى هنعملها ازاي. انا هفضل اقطع فيها كده بقى لغايه ما اقطعها كلها وافرفطها. احنا خلاص خلصناها اهو، فرفطناها كلها بقت جميله اهي معانا. نحتاج بقى ايه كوبايه سمنه، نص كيلو بيحتاج كوبايه سمنه قد كده، المج العادي بتاع البيت العادي. لو انت عايزه بقى تكتري السمنه شويه يعني كتري كمان ايه ربع كوبايه ولا حاجه، بس هتطلع يعني ايه دسمه معاكي شويه، فايه السمنه برده براحتك. نحط شويه كده ونقلبهم بقى فيها واحده واحده كده عشان ايه كلها تتغلف بقى ايه بالماده الدهنيه دي. فانت ايه براحتك، عايزه تزودي سمنه شويه زودي، عايزه تعمليها بس كوبايه تطلع حلوه ومظبوطه معاكي. فاحنا دلوقتي ايه هنغلف كده ونحط بقى ايه السمنه واحده واحده عشان ما ايه تحطش كلها مره واحده، متعرفيش ايه تغلفيها كلها تلاقيها محتاجه برضو. دلوقتي بقى بعد ما غلفناها كلها كده بالسمنه زي ما انتم شايفين، جبنا الصينيه بتاعتنا. الصينيه دي مقاس 30 برضو دهناها سمنه، وهننزل بقى ايه نص الكميه. لو انت عايزه تعمليها حشيها مكسرات ولا حاجه حطي النص، والنص التاني لما ايه تحطي المكسرات. مش عايزه تحطي حاجه هتحطيها كلها، عايزه تحطي مهلبيه برضو ايه تحطي النص، والنص التاني لما ايه لما تحطي ايه المهلبيه بتاعتك. فاحنا دلوقتي هنحط نصها اهو، ونحط ايه شويه مكسرات بقى كده عليها. بعد كده ايه نكمل النص التاني، بس ايه نظبط دي كده في الصينيه وايه ونحطها كويس. وبعد كده ايه نكمل بقى بعد ما خلاص حطيناها كده في الصينيه وظبطناها، هنحط بقى ايه شويه مكسرات بقى عليها برضو كده. انا هحط على نصها بس مكسرات عشان عندي ولادي يعني ايه في بيحب المكسرات وفي ايه بيحب من غير مكسرات، فانا هحط على نصها مكسرات والنص التاني ايه هسيبه معلهوش حاجه، عشان خاطر ايه اللي بيحب حاجه ياكلها واللي ما بيحبهاش خلاص ايه ما يبقاش ايه متضايق. يبقى كده ايه حطينا ايه على نصها بس مكسرات، والباقي ايه هنحطه عادي عليها عادي كلها. فاحنا هنقعد بقى نضغط عليها كلها كده ونظبط ايه الدنيا. طبعا الكنافه بتحتاج عسل تقيل، فاحنا دلوقتي هنعمل بيها ايه العسل بتاعنا كوبايتين سكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه على شويه ايه فانيليا صغيرين، ونسيبهم على النار كده 10 دقايق لغايه ايه ما يتقلوا حلوين، ونسيبهم ايه يبردوا. طبعا المفروض العسل بقى احنا بنعمله قبلها، يعني انا عامله العسل ده قبلها علشان خاطر ايه لازم يبقى ايه بارد ما يبقاش ايه سخن، غير البسبوسه. البسبوسه عسلها بيبقى سخن، لما بتطلعيها من الفرن بتحطيه ايه يبقى سخن زيها. فده احنا طبعا ايه نعمل العسل قبلها ونحطه ايه يبرد علشان خاطر اول ما تطلع بتحتاج عسل تقيل وبارد. دلوقتي احنا خلاص عملناها وخليناها زي الفل كده وجميله، وتطلع معانا احلى كنافه. وندخلها بقى الفرن على درجه حراره ايه 180، ونخلي بالنا منها اول ما تلاقي من تحت احمرت شغلي لها الشوايه، او لو عرفتي تقلبيها بقى على صينيه تانية وتحطيها تاني في الفرن هيبقى احسن. فاحنا دلوقتي هنحطها بقى في الفرن ونشوف. زي ما انتم شايفين العسل اهو بارد، طبعا سايبينه بارد وتقيل زي ما انت شايفه كده، علشان خاطر الكنافه لازم لها عسل تقيل. فاحنا دلوقتي الكنافه طبعا في الفرن خلاص قربت اطلعها وهوريها لكم بقى لما تطلع. طبعا انا ايه ما طلعتها اول مره قلبتها في صينيه تانية علشان خاطر ايه
الوش التحتاني يبقى زي الفوقاني. انت لو ما عندكيش بقى صينيه في نفس حجم الصينيه ممكن ما تقلبهاش وتولعي عليها الشوايه عادي خالص، يعني هتطلع معاكي حلوه برضو. صينيه الكنافه القمر بتاعتنا دي بقت عامله ازاي، حاجه كده جميله، لسه طالعينها اهو من الفرن. نحط عليها بقى العسل كده. هي بقى هتشرب عسلها بقى كده ايه، وتبقى اخر جمال مع نفسها كده. ونغطيها ونسيبها شويه كده ايه، تلاقيها شربت بقى كل العسل ده كده، وبقت ايه مية مية. بمعلقه كده ولا حاجه، ودي بس ايه، وزعي بقى العسل كده عليها كويس وخلاص. هنغطيها بقى بصينيه ونسيبها شويه، وبعد كده ايه نبتدي بقى ايه نقطع فيها. شايفين جميله ازاي ومحمره كده واخر جمال. نغطيها بقى دلوقتي بالصينيه، نسيبها بقى ايه شويه لغايه ما ايه تشرب عسلها. شايفين بقى لما قطعناها عامله ازاي جميله وتحفه في منتهى الجمال، وطالعه عامله ازاي يعني كلها حته واحده كده. وانت زي ما قلت لك لو عايزه تقلبيها في صينيه تانية وترجعي تعدليها تاني في الصينيه وتحطيها عشان يبقى الطبقتين يعني ايه نفس يعني زي ما هي كده، تحسي انها كده ايه مبلطه. زي ما انت عايزه تعمليها كده اعمليها، عايزه تولعي عليها الشوايه براحتك خالص عادي يعني. شايفين جمالها عامل ازاي. ندوق بقى طعمها الجميل بقى كده ونشوف ايه الجميل. شايفين جميله ازاي، تحفه كده وايه ولسه سخنه وفي منتهى الجمال. يعني حاجه كده تعمليها في الشتاء ده كده، يعني ايه حلويات كده وحاجات تدفي البيت وتخلي ريحه البيت جميل وتحسي بالدفى كده. ان شاء الله بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير بقى واشتراك في القناه، وفعلوا الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده ومطبخ هند محمد.